اهلا وسهلا بكم. معاكم نجوى عبد العزيز. الصوره اللي قدام حضراتكم دي دي صوره الاب المكلوم اللي ابنه فقده ومش مش فقده اي فقدان، لا، دي صوره الابن الطفل اللي امه قطعته. دي صوره الاب شارد ومش قادر يتكلم مع كل اللي راحوا عملوا معاه حوارات، مش قادر يتكلم ومش عارف اي حاجه، وكل ما حد يكلمه يقول له تعبان بس انا عايز حقي وحقه بما يرضي الله. الاب ده قال ان مراته كانت كويسه وعاقله جدا جدا جدا، وكمان اهله قالوا الكلام دوت. الصوره دي التقطت للاب ده، وقال وسالوه عن مدى علمه بالجريمه. قال انا عرفتها من خلال اخواته اتصلوا بيه وقالوا له تعالى ابنك تعبان. راح لقى فيه الدنيا مقلوبه والشرطه، وحاول يدخل. طبعا ممنوع طبعا ان حد يدخل لمكان الحادث عشان ما يبقاش فيه تاثير على على المكان بتاع الحادثه، على ما يترفع الاثار وعلى ده وده وده. قال لك ان هو جه دخل المكان بتاع الحادثه، لقى معرفش يدخل، خدوه، ما شافش الولد. هو طبعا ما يعرفش ساعتها ان الولد متقطع، ما شافش الولد. وقال كمان ان هو كان يعني ما حضرش كمان جنازته. كمان اكدوا المحامي اكد ان هو ما يعرفش لحد دلوقتي. هو يعرف ان ابنه توفاه الله على يد امه اللي هي الست المتهمه اللي اسمها هناء. امه دي ام الطفل انهت حياته وهو عمره 5 سنين. 5 سنين خدته. قالت في الاول في الحاجات المبدئيه بتاعتها قدام لحظه القبض عليها، وعمها لما اكتشف الجريمه قالت ان انا عايزه اقتله. قتلتيه ليه يا هناء؟ عايزه اقتله. وكمان انا مش قتلته بس، لا، انا خبطته على دماغه 3 مرات بالخشبه وسحبته على الحمام، كانت لسه فيه الروح، وعملت فيه بقى اللي ما لا يعمل، ولا حيوان دار يعمله ولا وحش دار يعمله. راحت سحباه وراحت جايه وفاصله طبعا الراس عن الجسد بالآلة الحاده، وجابت جردل وشفته، رمت العظم وحطت وسلخت جلد الراس عشان تخفي معالم الجريمه. حطتها في ركن وارشدت عنها وتم العثور عليها. وكمان سلقت الراس لطمس، في محاوله لطمس معالم الجريمه. وخدت حبه لحم حطتهم في حله تانية وسلقتهم، وقالت في الاول ان هي داقت لحمه او حاجه زي كده. ده اللي ايه هيتعرف بعد كده، عشان احنا ما نقولش حاجه ولسه القضيه شغاله. احنا لسه ما فوقناش من حادثه المعيده اللي سلخت راس ابنها وكانت بتجبره على التسول، والمجتمع تعاطف جدا مع الولد، لانها هي يا ريتها بعدت عنه وسابته مثلا لوالده ولا سابته لحد من اسرته يربيه. لا، دي تركته هيكل انسان عنده خلق نفسي وبدني وكله كان حروق، وكانت بتغلي ميه سخنه وتحطها عليه بالليل عشان لما يجي يستغيث بحد ما حدش يقدر يدخل. المعيده بتاعت المنصوره كانت عملت ده ولقت عقابها بتهمه اللي هي احداث عاهات مستديمه في راس الولد. شالت فروه راسه خالص برضو بالماء السخنه وعملت كل ده، بس ما قتلتوش. ان شاء الله هيعاد تاهيله، والحمد لله هي لاقت عقابها واخذت 15 سنه سجن في امام محكمه المنصوره. ادانتها بكل الاتهامات دي وبالاتجار في البشر، لان طبعا هي كانت بتجبره على التسول، وده من ضمن الاتجار في البشر. وكانت يعني لاقت عقابها والحمد لله. ان شاء الله المتهمه الجديده دي طاغت بقى على هذا الحادث وعلى كل الحوادث الجنائيه، لانها حادثه لاول مره تقريبا تحصل، وحادثه جديده من نوعها، حادثه ما يعملهاش الوحش الضاري. حتى بيحافظ على اولاده، ما بياكلهمش نهائي، لا احياء ولا بعد ما بيفترسهم حتى حيوان تاني بيأنف. يعني ممكن يبكي، ممكن من خلال الافلام التسجيليه للعلماء اللي احنا شفناها الحيوان ممكن يبكي، ولكن دي عملت في طفل بيقولوا نكايه في والده،
يعني اهل البلد بيقولوا نكايه في والده، لكن هي عندها رجاحه عقل جامده جدا، رجاحه عقل جامده، وكمان حكت الواقعه كامله كامله مكمله، واعترفت واقرت ومثلت ارتكابها للجريمه. تاني أجرت محاكاة في حضور جهات التحقيق وفي حضور الأدلة الجنائية والجهات الشرطة. طبعا الأب لحد دلوقتي مصدوم، كان الله في عونه، مكلوم، بيقول وهو وأسرته دي كانت احنا مأمنين عليها، على الولد وهو معاها، لأنها عاقلة جدا وعمرها ما حصل، ما شفناش عليها أدنى خلل نفسي او بدني، مفيش، ولا عقلي ولا نفسي، ما شفناش عليها اي خلل خالص. وان هي كانت ست عاديه جدا جدا، واختلافها مع زوجها زي ما هي قالت قالت انه خلافات عاديه، اختلافها مع زوجها كان شيء عادي جدا، وهو نفسه قال زي ما اي اتنين زوجين بيعملوا بيختلفوا، وقال ان ده ابني الوحيد وما خلفش قبله ولا بعده، وما اتجوزش بعد ما هي خلعته او بعد ما طلقها، وقاعد بيشتغل عشان يصرف على ابنه. ولكن الفجعه الكبرى انه رجع لقى ابنه مش موجود، وما شافوش اصلا، وما ساعدتوش الظروف انه ممكن يعني حتى يغسله. ده بقى اشلاء واشلاء مسلوقه ومطبوخه. حسبنا الله ونعم الوكيل. جريمه افزعت كل المجتمع افزعته، كل المجتمع، وسوف تتوارثها الاجيال وتتناقلها، لان ما فيش حد بيطبخ انسان. فما بال قلبها حشاها بتقول يعني فينا يعني ايه التعليق بتاع حضراتكم على هذا الحادث؟ بصراحه انا كصحفيه حوادث بقالي باع طويل جدا في الحوادث الارهابيه والجنائيه والجنح، انا ما شفتش يعني من اوائل التسعينات انا ما شفتش حادثه كده خالص. دي كانت تغطيتنا النهارده، وندعو للاب بالصبر والسلوان، وندعو انها تنال عقابها دنيا واخره ان شاء الله، هي وكل من على شكلتها. يعني يا رب الامهات يعودوا تاني، يعني ما ياخدوش المثالين دول او الامثله اللي بتحصل في الحوادث كمثال ليهم نهائي، لان الام المصريه ام عظيمه، وطلعت اجيال واجيال، وطلعت العباقره كلهم، سواء في الفن، في الثقافه، في العسكريه، الام المصريه لا يعلو عليها، لكن دول ترهات. اشكركم والى اللقاء. كان معكم نجوى عبد العزيز، الصحفيه القضائيه والحوادثجيه. شكرا، والى متابعات اخرى ان شاء الله. شكرا.